السلام عليكم، نتمنى تكونوا ان شاء الله بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا الفيديو ديال هذا النهار، واخيرا فيديو جديد. نتمنى انه ان شاء الله يكون خفيف ظريف وينال الاعجاب ديالكم. شكرا للناس اللي كتسول، شكرا للناس اللي كتخلي كلمه طيبه، شكرا للناس اللي انضمت للقناه، شكرا لكم من القلب. فعلى بركه الله، كيف ما قلت لكم فيديو خفيف ظريف من بعد هذا الغياب الطويل. قلت هكا نطلع عليكم بواحد الفيديو اللي يكون خفيف، وكنتمنى ان شاء الله انه ينال الاعجاب ديالكم. وكيف ديما نبداو الفيديو ديالنا باللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، ونديو اجر كاملين. والفيديو ديال هذا النهار فيه شهيوات خفافين ظراف كيف ما غادي تشوفوا معايا ان شاء الله. صراحه هذه كانت واحد العشيه من مورا الغداء، من بعد ما غسلت المعينات وقلت علاش لا اللي ما نفتحش الكاميرا ديالي ونبدا نصور. صراحه كنت ونس بكم وكنت وحشكم، غير العجز اللي دارها لي الصراحه باش جاتني صعيبه وثقيله انني نعاود نصور من بعد هذا الغياب الطويل. صراحه ما حطيت لكم حتى شي حاجه، فقلت علاش لا كيف ما قلت انني هكا نصور فيديو خفيف ظريف ومنها ما نغبرش على القناه. فكيف ما كتشوفوا معايا البلاك ديالي كانت واحد شويه موسخه، و دوزت عليها، كنحاول انني ندوز عليها باش الا كانوا هكا شي تفرتيتات ولا باش نحيدهم هو الاول. ودرت لها داك مستر بي. الصراحه البرودوي مستر بي زوين، كينقيها، كيرجع فيها كيرجعها نقيه، ولكن صراحه كنفضل الاسبيروكس. صراحه واعر، كيرجع البلاك بحال يلاه جديده. وانا من بعد ما مسحتها رشيتها بداك الملمع ديال الزاج باش كيعطيها واحد اللمعه، وكترجع هكا دابا فيها ديك الميعه وكترجع نقيه. دابا فاش كتشوفي الحاجه الصراحه نقيه كتعطيك واحد الانرجي، واحد لونفي انك طيبي او لا ديري هكا شي حاجه اللي كتفرحي بها، ولا شي حاجه اللي غادي تفرحك، ولا شي حاجه اللي غادي تعجبك. فهي اللي باش بديت كيف ما قلت لكم هكا كتعطيني واحد الانرجي، واحد لونفي انني هكا ندير شهيوات ونصور معاكم. فهنا غادي ندير بطبيطات. كان عندي صراحه الخبز تسالى، وقلت غادي نعجن البطبوط. فالعجينه ديال البطبوط غادي نقسمها على جوج. درت منها شويه اللي عمرته بالشحم والبصله، ونص خليته خاوي او احتاجيته هكا في سواء التويجين ولا الفطور ولا. المهم درت جوج لافات ديال الدقيق الابيض اولا الفورز، درت وحده ديال الفينو، ودرت معلقه صغيره ديال السكر باش كتعطيني داك باش كيجينا الخبز محمر. درت واحد شويه ديال الملح، ممكن عندكم تضيفوا حتى للتالي. ودرت معلقه كبيره ديال الخميره ديال العجين، وبديت كنعجن العجينه ديالي بما دافي. اهم حاجه ان العجينه ديالنا تجينا مدلوكه، ما تجيش قاصحه، تبقى تكون مجموعه ورطيطبه. من بعد ما تعجنات كيف ما شفتوا معايا زدت معاها معلقه كبيره ديال زيت المائده وخليتها تتلك هكا، كتخلي العجينه ولا داك الخبز يجي هشيش. فهنا من بعد ما عجنتها يعني خليت لها الوقت الكافي حتى تلكت، وغادي نحاول هكا نجمعها. غندهنها واحد شويه غير قطيره هكا صغيره ديال الزيت، وغادي نغطيها ونخليها تختمر. نحاولوا ما امكن العجينه ديال البطبوط نعطيوها المده الكافيه باش تختمر، ومده الاختمار بطبيعه الحال راه دائما كتبقى على حسب الجو. فهكا راه ممكن تعجني بيديك. انا عجنتها بالبيض خام باش نربح الوقت، وفاش كتعجن بالبيض خام العجينه دغيا كتختمر بديك الحراره. فهنا كيف ما قلت لكم البطبوط غادي ندير منه شويه اللي غادي نعمرو هكا بالشحمه والبصله، ونص غادي نديرو خاوي. فهنا كيف ما كتشوفوا معايا خديت واحد شويه ديال الشحمه. الشحمه الصراحه عندي هنايا ديال العيد الكبير ما شاء الله مازال عندي، وراه كنت بارطاجيت معكم فيديو كيفاش كنوجدها، وهذا راه كنت مقطعاها دايره ليها العطريه. وهنا درت واحد الحبه ديال البصله. فاذا كانت البصله الخضريه ما كاين ما احسن الصراحه. صراحه هذا الخبز فما دو فوا كنبارطاجيه معكم، وشحال من مره حطيته في القناه. انا غير بغيت نفكركم فيه مادام دابا لقيت ديال البصله الخضريه.
أنا الصراحة أنا ما كانش عندي، درت غير البصلة حمرا، وغادي ندير واحد شوية ديال العطرية. بالنسبة للعطرية كندير شوية ديال السكينجبير، شوية ديال الخرقوم، شوية ديال التحميرة، شوية ديال الإبزار، واحد شوية غير ديال الإبزار حيت عندي حار، اللي كيبغي الحار راه ممكن تزيدوه. هنا عندي بصلة بودرة. هاد البصلة كيف ما دائمًا هاكا الناس القدام اللي هادي ديال الدار، يعني كتكون مطحونة على اليد. زدت منها واحد شوية، والملح ما غاديش نديرها حتى للتالي. علاش؟ حيت الما غادي حيت عفوًا الملح غادي تخلي أن ديك البصلة تطلق ديك الميها ديالها، وديك الميها هي اللي كتقطع لنا العجينة. فغادي نخلي الملحة حتى نبغي هاكا نعمر الخبيزات ديالي عاد غادي نزيدها. وغادي نرافق هاد البطيبيطات ديالي بشوربة أولا بلا سوب ديال القرعة الحمرا. كتجي الصراحة فريمون بنينة. عندي هنا واحد الطريف ديال القرعة الحمرا خفتو يدير لي، قلت له راه ندير به لاصوب. عندي القرعة الحمراء، عندي واحد 2 حبات ديال البطاطا صغيرة، وعندي حبة ديال البصلة. ممكن ديروا البروني، ما كانش عندي، درت حبة ديال البصلة. زدت عليها واحد شوية ديال زيت المائدة كيف ما كتشوفوا معايا. ممكن انكم تزيدوا الزبدة، كتزيد تعطيها واحد المذاق يعني بنة على بنة. كندير واحد شوية ديال الملحة، وكنرد الخضيرة ديالي تشحر. وفاش كنشحروا الخضيرة كتعطينا واحد المذاق اللي هو زوين في لاصوب. كل ما تشحرت ديك الخضيرة كتجي فريمون بنينة كيف ما كتشوفوا معايا. مرة على مرة هكا كنقلبها، والخضيرة اللي عندنا راه ما كتاخدش الوقت في الطياب. المهم هنا من بعد ما تشحرت لي ممكن تنسموها بأي حاجة نتوما كتفضلوها. فبالنسبة لي غادي نسمها بواحد شوية ديال الزعتر. عندي هنا الزعتر البلدي صراحة كيعطي واحد المذاق اللي هو زوين، ديك الريحة ديالو مجهدة وما كتجيش اصلا صراحه، يعني كتزيد غير بنه كيف ما كنقولوا على بنه. زدت واحد شويه، واحد نص ضمه ديال الدجاج، ممكن تزيدوها ممكن لا، يعني عندي هنا غير خضر يعني باش تجيني بنينه. زدت لها واحد نص ديال ضمه ديال الدجاج، وواحد شويه ديال الابزار، وغادي نمرق بالماء اللي ديجا الصراحه طيبت الماء يعني ما كانش كافيني، وزدت عاوتاني من روبين يعني ماشي مشكل. غادي نغطي عليها وغادي نخليها طيب على خاطرها، يعني كيف ما قلت لكم الخضيره اللي دايرين راه ما كتاخذش الوقت في الطياب. وبما هكا رديت لاصوب ديالي كطيب، راه العجينه عندي خمرت كيف ما كتشوفوا معايا وضعف الحجم ديالها. غادي نحاول نديكازيها وغادي نقطعها. ممكن تقطعوهم كبار، ممكن تقطعوهم صغار، على حسب المقله ديالكم وعلى حسب نتوما واش كتبغيو كبار ولا صغار. وما شاء الله العجينه كتجي ناجحه، كتجي كلها فقاعات. علاش؟ حيت مدلوكه كيف ما قلت لكم مزيان، وواخده الوقيته ديالها في انها اختمرت على خاطرها. انا راه مباشره غادي نبدا نعمرهم، راني غير مغطيهم باش ما كتشكلش لي داك القشره القاصحه من الفوق. وهنا فاش بغيت نعمر الخبيزات ديالي عاد كنزيد واحد شويه ديال الملح. كيف ما قلت لكم الملح هي اللي كتخلي ان داك البصيله تطلق ديك المياه ديالها وتبدا تقطع لينا العجينه. فهنا زدت واحد شويه ديال الزيت غير باش هكا تجيني الحشوه هكا تخلط لي مزيان. كيف ما كتشوفوا معايا فبالنسبه لي انا راه ما كنطيب لا شحمه لا حتى شي حاجه، يعني به فيه كنخلط كلشي وكنبدا كنعمر الخبيزات ديالي. وممكن انكم تزيدوا الفلفله، ممكن انكم تزيدوا قزبر ومعدنوس، ممكن تزيدوا اي حاجه نتوما كتفضلوها. اهم حاجه انه كلشي يتقطع رقيق ماشي بالهاشوار، ما كنفضلش الهاشوار. سينو ممكن انكم تطحنوها بالهاشوار ولكن ما تجيش ميها او لا نعصروا ديك الخضيره اللي طحناها في الهاشوار وممكن ديك الساعه نستعملوها. حيت كيف ما شفتوا معايا ما كنطيبوا حتى شي حاجه، كنخلطوا كلشي وكنعمروه. فهاد الخبيزات اولا هاد البطبوط صراحه معروف عندنا حنا الناس ديال الورزازات. ف وكيف ما قلت لكم مره على مره صراحه كندير القدر اللي غادي يتكل، ولا شاط لي راه كنحتفظ به الصراحه في الفريغو، ولا احتاجيتو هكا كنسخنو بحال يلا مطيبه كيجي الصراحه زوين هكا. انا صراحه درتو كوتي عشا هكا. الا بقى لي كنعاود نسخنو مع بريريت ديال اتاي كيجي ما شاء الله. ممكن انكم تزيدوا فيه الحار، انا صراحه ما زدتوش على وديت بنتي حتى هي كيعجبها وما بغيتش ندير فيه الحار. راه عندي الحار في هذوك القريعات ديال العطريه ولكن شفتوا معايا راني ما زدتوش. ميم الابزر درت واحد شويه حتى عندي حار. كنت كنوريكم ديك الغلاقات ديال العطريه، وريتكم بلي راهم ما شاء الله كيتسدوا مزيان وكيحتفظوا على العطريه كيف ما هي. كندير فيهم صراحه القدر اللي غادي نخدم به
وإلا بقات لي العطرية كنديرها في الفريغو، ولكن واخا هكاك راه كتحتفظ دوك القريعات يعني كيحتفظوا على العطرية. وهنا من بعد ما سخنت المقيلة ديالي كندير البطبيطات ولا الخبيزات ديالي، سبقت هادوك اللي خاويين وباش يجيني البطبوط منفوخ ويجيني زعما زوين، اشاك فوا كنبدا نقلب فيه، كل مرة كنبدا نقلب فيه واخا صراحة كياخد الوقت، ولكن راه ما شاء الله كيجي منفوخ ومحلول هكا إلا بغيتو دهنوه بزبدة ولا زويته بلدية ولا، فأنا صراحة كيجيني كنبغيه هكا يجيني محلول، إلا بغيت ندير فيه شي حاجة ساندويش ولا، ففريمون صراحة زوين بزاف. أنا هنا كنبارطاجي معكم دي زاستوس بالنسبة للمبتدئات هكا اللي يلاه بادين في حياتهم مثلًا الزوجية ولا، فهذا علاش. وكل سيدة خيرها في دارها، دائمًا كنقول بلي غير كنبارطاجيو مع بعضياتنا اليوميات ديالنا، هذا ما كان. فكيف ما كتشوفوا معايا ما شاء الله كامل وجا منفوخ، أهم حاجة أن العجينة تجي مدلوكة وما تكونش قاصحة، تجي رطبة، تاخد المدة ديالها الكاف في الاختمار، و وإن فوا نقرصو نبدا نطيبو، يعني ما نخليش ياخد الوقت عاود يختمر ولا، إن فوا نكملهم يعني في التقراص. أنا هنا باستعانة ديال الفينو، داكشي علاش كيبان لكم هنا راه كيلصق في الخبيزات من بعد ما تحرقوا هادو، ولكن ما شاء الله كيف ما كتشوفوا معايا هادو البتيباتات اللي كيكونوا معمرين بالشحمه راه ما تخافوا منهم حتى شي حاجه باش تخرج لكم الحشوه ولا. كيف ما قلت لكم اهم حاجه ان الملح ما نديروها حتى للتالي حتى نبغيو نعمروا الخبزات ديالنا. وبالنسبه للبطيبيطات اللي كيكونوا معمرين بالشحمه ما كنحتاجوش اننا نقلبوهم في كل مره، كندهنوا غير المقلب بواحد شويه ديال الزيت وكنديروا الخبيزات ديالنا طيبوا. فوا تبان لنا بلي الخبيزه بدات كتحمر وشدات في راسها كنقلبوها. هنا من بعد ما طبت لي لاسوب خليتها حتى دفات واحد شويه وبديت كنطحنها بالبغا ميكسور. هنا زدت فيها 3 القطع ديال الفخوماج باش كتعطيني واحد الشوربه اولا واحد لاسوب اللي هي كريميه. انا كان عندي غير هذا الفرماج العادي، ممكن تزيدوا فرماج مربع، ممكن تزيدوا قشده طريه حتى هي كتعطيها واحد القوام ولا واحد لا تكستور اللي هي كريميه. فمن بعد ما خلطت ولا طحنت لاسوب ديالي غادي نعاود نرجعها على عافيه اللي تكون هكا متوسطه حتى كتطلع فيها الغليه وكتكون واجده هكا. كيف ما كتشوفوا معايا درت فيها واحد شويه ديال القزبور باش كتعطيني واحد الفخشه في بلا، ودرت عليها واحد الخويات ديال زيت الزيتون. ممكن انكم ديروا الكريمه الا كنتو دايرينها في لاصوب ديالكم كغابال. هادو هما البطيبيطات اللي معمرين بالشحمه كيف ما كتشوفوا معايا ما شاء الله كيجيو هكا محمرين واخدين واحد اللون اللي هو زوين، والبطيبيطات هكا اللي كيكونوا خاويين حتى هما ما شاء الله كيجيو منفوخين. كيف ما قلت لكم اهم حاجه نبداو نقلبهم في كل مره، غير نديروا الخبيزات ديالنا وكل مرة نبقاو نقلبوا ونشقلبوا فيها حتى تبان لنا النفخات. هنا كنوريكم البطيبيطات اللي كيكونوا هكا معمرين بالشحمه ما شاء الله راه حتى هما كيجيو هكا خاويين من الداخل كيف ما كتشوفوا معايا. والحشوه كيف ما شفتوها معايا هنا راه بنتي شاف ايناس هي اللي كتذوق ولا اللي كدوغوستي. نطيب شي حاجه فالله يحفظها ولا يحفظ لكم وليداتكم وما عز عليكم. هنا كنوريكم لاصوب كنت غادي نهز الزليفه ولكن كانت سخونه فريمون كانت سخونه عليها، صورتها لكم هكا غير باش تشوفوا بلي لاصوب راه ما شاء الله كتجي كريميه وفريمون بنينه. وحتى هكا بالنسبه الوليدات ديالكم الا ما كانوش كيبغيو الخضيره فبهذه الطريقه هذه راه ممكن يشربوها لكم وتزيدوا فيها اي نوعيه ديال الخضره كانت متوفره عندكم. هنا كنوريكم الخبيزات ديال البطبوط ما شاء الله راه كيف ما قلت لكم كيجيو محلولين من الداخل، غير ما بغيتش نقطعوا الصراحه باش ما يبقاليش هكاك ناشف. هادشي علاش ما قطعتوش، راه داكشي علاش وريتكم بهذه الطريقه هذه راه ما شاء الله وحده كتشبه الاخرى كله ما شاء الله جا منفوخ. كيف ما قلت لكم باسرار اللي هي بسيطه وغادي يجيكم ناجح حتى نتوما ان شاء الله. بالنسبه للبطبوط اللي هكاك اللي كيبقى خاوي كنجمعوه في بلاصيك ونديرو في الكونجيلاتور، فوا نحتاجو نخرجو الديكونجولا ونعاود نسخنو ويتكال بحال يلاه طيبتو. حتى بالنسبه لهذا اللي كيكون معمر حتى هو الا شاطلي حتى هو كنديرو في البلاصيك وندخلو الكونجيلاتور فوا كنحتاجو نخرجو ونسخنو بحال يلاه مطيبه. كان هذا هو الفيديو ديال هذا النهار، نتمنى ان شاء الله انه ينال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا بلي لايك بالاشتراك معي في القناه والضغط على زر الجرس باش توصلوا ان شاء الله باي جديد كنحطو. خليت لكم راحه البال والله يعطيكم كل ما تمنوا ان شاء الله.